صلوا على النبي حبايب قلبي واستغفروا ربنا، وما تنسوش تدعوا لاخواننا في غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم على اعدائهم يا رب، اللهم امين. لايك وشير بقى ان شاء الله كده. وكمان يا ريت اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتي. شرفوني بالمتابعة حبايب قلبي. انا معايا هنا ستريبس و... ومعايا صوصات بقى، ومعايا جبنه موتزاريلا وجبنه رومي. المهم عندي فكره لساندوتش سهله وسريعه في الشتاء اللي احنا فيه دوت طبعا. ممكن ينطلب منك بقى كده بالليل ساندوتش كده، تقومي تعمليه اسهل فكره للساندوتش. وكمان لو مثلا عندك حد بيحب يجيب سندوتشات من بره، ممكن توفري وتقومي تعمليه في البيت. فطبعا بتجيبي لو عندك مثلا اي حاجه بقى، شرايح شاورما، شرايح بانيه، ستريبس، في اي حاجه انتوا حابين تحشوا بيها. وممكن تحطوا معاها بطاطس كمان، بس احنا يعني كنا بنوفر لان ده مقلي فبلاش نحط بطاطس مقلية. المهم ده معايا استريبس، ومعايا ممكن تسيبوه صحيح كده، وممكن تقطعوه بالسكينة او بالمقص. ومعايا كاتشب، ومعايا صوص برجر، وممكن لو عندك جبنة سايحة او مايونيز اللي موجود، وجبنة موتزاريلا وجبنة رومي. وبدل الكابوتشا معانا قلب خاصية كده يكون حلو. وتعملي بيها احلى سندوتش. لو جايلك ضيف برضو فجأة، بس حد يكون يعني ليك عشم فيه وقرايبك اخواتك ولاد اخواتك كده يعني، حابة تقومي تعملي فكرة السندوتش بسرعة. ده فكرة سهلة جدا. والعيش الابيض ده بديل عيش الكريب اللي موجود يا جماعة. ممكن اي حاجة في البيت تشتغلي بيها. ده صوص، حطيت صوص برجر وعليه كاتشب. ممكن ما تحطيش صوص برجر، بس هم بيحبوا الطعم ده. بألف هنا يا رب. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا. بتوزعي الحاجات على الساندوتش او على الرغيف بتاعك. الاول الصوصات، هنحط الكاتشب بقى، وبعد كده هنحط الجبنه الموتزاريلا عشان خاطر تمسك كل المكونات مع بعض او كل الحشو. جبنه موتزاريلا وجبنه رومي. وبعد كده بنحط بقى قطع الخس والقطع الستريبس بتاعتنا. ممكن تحط قطع سليمة لو انت حابة تعملي سندوتش كبير كده زي اللي بيجي من المطاعم، وممكن تقطعيها شرايح خفيفة لو حابة تعمليها سندوتش ما يكونش مليان قوي. طبعا ده عشان التصوير يا حبايبي لازم اسيبه كبير كده، لكن في العادي والطبيعي انا هعمله ارفع من كده واصغر من كده لو لطفل. انا مثلا ابني والله معذبني جدا جدا، ومش بيحب ياكل لا لحمه ولا فراخ، هو نبات شويه ما بيحبش اللحوم عموما يعني. فايه، فممكن ان انت تعمليه ببطاطس من غير فراخ خالص يعني. اي حد حابب اي حشوة ممكن ينفذها. ممكن لو عايزة تحطي شرايح زيتون مخلي، شرايح شطة مخلل، شرايح خيار، اي حاجة انتوا حابينها، هيبقى سندوتش رائع رائع رائع. بألف هنا يا رب، ألف هنا. طبعا ممكن تقومي كده تغيري المود بتاعك، وكفايه تعبك طول اليوم، وحابه اللي انت تعملي لك سندوتش زي ده تكافئي نفسك بيه مع كوبايه كولا بقى، او حاجه تجيبي لك بقى حاجه كده يعني تشربيها بدل مثلا الشاي، او لو اي مشروب انت بتحبيه. وتدلعي نفسك يا ست الكل عادي يعني، هو احنا ملناش نفس؟ سامحوني والله، انتوا عارفين ان ربنا يا رب يشفينا جميعا ويشفي كل مريض. قعدتي تعباني ادعولي. كان نفسي اعمل واحد بس يلا الحمد لله على كل حال. أم، ادعولي دعوة حلوة كده بظهر الغيب، ربنا يا رب يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين عشان نسهل عملية لف السندوتش. لانه طبعا مش عيش كرب، فمش هنعرف نتنيه كده مثلث، او هنعرف نتنيه عشان نعرف نقفله. بجيب المقص بتاعي او السكينة وبقطع من النص زي ما انتوا شفتوا. هقطع نص الرغيف من ناحية عشان اعرف الف، واوزع عليه بقى قطع الاستريبس بتاعتي. وقلت لكم عايزين تسيبوها سليمة او عاوزين تقطعوها. انا هسيبها سليمة عشان
لا في التصوير يبان الحشو بتاع السندوتش، لكن قلت لكم في العادي لو طفل صغير لا مش هنسيب السندوتش مليان قوي كده، يعني هنقلله شوية. ممكن تلفه بدل ما لفة الكريب او المثلث ده، ممكن نلفه رول زي عيش الشاورما. نحط بقى ايه بقى الجبنة اللي احنا هنحطها، ونلف بعد كده السندوتش. شوفوا اللفة بقى ازاي بناخده. اللفة هتبقى على 4 أجزاء، كل نص هيتلف على مرتين. ركزوا معايا، هتشوفوا دلوقتي أنا قصدي إيه باللفة اللي أنا بقولكوا عليها. هناخد جزء منها شمال كده ونمشي بيها، سواء يمين أو شمال، بس أنا هلف من الشمال أهو. هتني من الناحية اللي اليمة دي الشمال ده زي ما انتوا شايفين كده اهو، على الناحية التانية واحدة على واحدة، وارجع الف كده اهو، واحدة على واحدة. وبعد كده كده بقى ال4 فوق بعض. بألف هنا يا رب. انا كل ده عشان اعمل يا جماعة السندوتش يبقى كبير والحشو باين في التصوير زي ما قلت لكم. لكن لو هتعمليه لطفل لا قللي شوية، يعني شيلي مثلا قطعة ستريبس منهم او شيلي قطعتين، وخلي السندوتش يكون مقفول على بعض. بس انا حابة ان انا اسيبه كده عشان التصوير. وكمان لو حابة ان انت تسيحي جبنة موتزاريلا وتغطي بيها وش الرغيف كله، يبقى يا سلام، حاجة روعة الروعة. بعد كده بقى هنجيب طاسة او هنجيب صينية كده ونحط فيها مسحة زيت بالفرشة، وبعد كده ننزل عليها الرغيف بتاعنا ياخد صدمة من على الناحيتين، هنبصمه يعني، نخليه ياخد وش كده من اليمة دي ومن اليمة التانية. وكمان حبايبي لو حابين يعني يبقى كريسبي ناشف كده ومقرمش بتحمصوه. لو حابين ان هو يكون طري لا ما بتسيبوش يتحمص قوي. بعد كده بعد ما هنبصم الرغيف القمر بتاعنا ده هيطلع لونه خطير وتحفة جدا جدا. هناخده بقى نحطه على ورقة فويل ونلفها كده زي المثلث، او ورقة زبدة، او الكفر بتاع اللي هو الجراب بتاع سندوتش الكريب، بعد ما نلفه طبعا في ورق الزبدة او ورق الفويل. ايه تاني حبايب قلبي، لو هو مثلا طلع كريسبي او ناشف وانتوا مش حابين يبقى ناشف قوي او كريسبي، هتعملوا ايه؟ هتغلفوه بسرعة اول لما يطلع باسترتش، او بتحطوه في كيس من اكياس التلاجة وتقفلوه 5 دقايق، البخار بتاعه هيطريه منه فيه وهيبقى جميل جدا جدا. دي كانت فكرة السندوتش بتاعي النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. صلوا على النبي وما تنسوش اللايك والشير، وشرفوني طبعا بالمتابعة، شرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الوصفات والفيديوهات بتاعتي. ولو متابعيني على صفحة الفيس ما تنسوش اللايك والشير. شرفوني بالمتابعة حبايبي. انا حبيت ان انا انقل لكم الفكرة بتاعت الساندويتش، سهلة جدا جدا. زي ما قلت لكم هناخد بقى الصينيه اللي احنا حطينا فيها مسحه الزيت وننزل فيها الرغيف بتاعنا اه. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين سندوتش كريب عالمي، حاجه كده قنبله فعلا يعني. ممكن تزودوا جبنه موتزاريلا جنبه كده وهو بيتبصم، تحطوا كده يعني في ناحيه كده من الصينيه او الطاسه بتاعتنا جبنه موتزاريلا تسيح خفيف، حاجه بسيطه. وبعد كده ايه نقلب عليها الرغيف بتاعنا او سندوتش الكريب، بيطلع حاجه كده يعني تحفه التحفه. الف هنا يا رب، بألف هنا. دي فكرة السندوتش، لو حد حابب انه هو يعمله او ينفذه في البيت وتوفري تمن السندوتش. بتمن سندوتش من بره ممكن تعملي سندوتشين 3 في البيت، وبراحتك الحشو انت بتتحكمي فيه زي ما انت عايزة يعني، سواء تقللي او تكتري. هياخد بقى صدمة من على الناحيتين، يعني ياخد وشين من الناحية دي ومن الناحية دي، ياخد تحميصة حلوة
وبعد كده تشيلوه زي ما قلت لكم، يا اما تلفوه بورق الفويل او تلفوه بورق زبدة، وبيطلع جميل جدا، وبتعملي احلى سندوتش يعجب كل اللي هياكله. عايزاكم بقى تصلوا على النبي، بذكركم دايما تصلوا على النبي واستغفروا ربنا وادعوا ربنا كتير، وما تنسوش تدعوا لي معاكم دعوة حلوة بظهر الغيب. ربنا يعيننا ويقوينا يا رب، ويشفينا يا رب، يشفينا يا رب ويتقبل منا يا رب صالح الأعمال. حبايب قلبي ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، اللهم امين. بصوا شايفين اللون، اخد لون جميل جدا، بيتحمص بسرعة جدا، مش بيغيب. هياخد لون من الجنبين، تقلبوه سهل خالص. تجيبوا المسكة بتاعكم، المسك اللي هنشيل بيه، ونديره على الناحيتين، يطلع روعة ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين اهو حبايب قلبي، سهل جدا 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 جدا. بحب اسهل عليكم كل حاجة، مش معقول تكونوا متابعيني ولسه ما بتعملوش سندوتشات في البيت، يعني ما تستسهلوش وتشتروا كل حاجة من بره. والله يا ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. انا نفسي حزينة ان ابني انا مش بيحب يعني ياكل لحوم، ولا مثلا لا لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة، يقول لي لا انا عايز اي حاجة غيرها. سبحانك يا رب، يعني مش كل اللي امه طبخة ولا اللي امه بتعرف تدخل المطبخ او تطبخ او بتحب تطبخ ابنها او بنتها بيحبوا الاكل. سبحان الله، ربنا يعني مش هنقول ابتلاء، نقول الحمد لله على كل حال، ان ربنا بيكرمك بحد كده من البيت يكون متعب، مش بياكل الحاجة اللي انت بتعمليها، مش بيبقى حابب يعني مش حاسس بانه هو في نعمة. سبحان الله يا رب، مش عاوز لحمة ومش عاوز فراخ، امال هتاكل ايه؟ عايش على ايه؟ نباتي، عايز يقضيها اي حاجة، ان شاء الله لقمة بجبنة، لكن مش عاوز حاجات من دي. احنا بنعمل اللي علينا ونسيبها لله. دلعوا حبايبكم، ده كانت فكرة للسندوتش حبيت انقلها لكم، لو حابين اللي انتوا تنفذوها وتعملوها في البيت دلعوا حبايبكم ودلعوا نفسكم. ممكن تقوموا تعملوا لنفسكم احلى سندوتش والله يا جماعة، احسن مما تشتروا الحاجة من بره. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا، وربنا يا رب يرضينا جميعا باللي عندنا الحمد لله، ويرزقنا يا رب من وسع ومن واسع فضله يا رب، اللهم امين. ها ايه رأيكم بقى في السندوتش؟ عايزاكم تقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم الفكرة وكانت سهلة ومنفذوها لو عندكم المكونات، او بأي حشوة بقى، يعني ممكن تعملوا حشو بطاطس. يعني انا مثلا لما باجي اعمله لنفسي انا بحب بطاطس، ما بحبش برضو ان انا احشي بحاجات تانية سبحان الله. فما كانش نفسي ابني يطلع شكل، يعني كان نفسي يطلع بيحب انه هو ياكل الحاجات اللي بتتنفذ يعني وبتتعمل. الحمد لله على كل حال. المهم يعني ممكن تحشوا بطاطس بس، ممكن تحشوا طبعا لو عندك شاورما لحمة فراخ، اي حاجة، اي حشوة انتوا حابينها، كريب بتاع قلنا، بانيه، ستريبس، اي حاجة بقى، يعني كل واحد بيحب حشوة يعملها وينفذها. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، قوموا بقى نفذوها، وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ما تنسوش طبعا اللايك والشير، ما تبخلوش عليا بقى بالدعم، محتاجة دعمكم في انكم تعملوا لايك وشير، مش عاوزة غير اللايك والشير. وصلوا على النبي في التعليقات، وادعوا لي معاكم دعوة حلوة بظهر الغيب. خلاص ان شاء الله كده انتظروني في فكرة جديدة لسندوتش جديد، وهسهل عليكم الدنيا خالص. بحبكم في الله.